السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة رجعنا بفيديو جديد. معلش انا اتأخرت عليكم، كنت تعبانة شوية. ادعوا لي بالشفاء. الحمد لله رب العالمين، نحمد ربنا على كل اللي بيجيبه. الحمد لله. النهاردة انا قلت بقى ايه، انا ما باكلش اكل مسبك خالص، ولا طماطم ولا حاجة تقيلة يعني. فانا كنت سلقة لحمة وعندي شوربة، فقلت هعمل النهارده باميه ويكا. الباميه الويكا دي باميه سعديه، يعني اكله سعديه شويه. الفلاحين بيعملوا دايما الباميه بقوطه، بس ما يعرفوش الباميه مش زي الملوخيه كده، بتتسلق في الشوربه وبعد كده بنطش لها طشه زي الملوخيه بالظبط. هوريكم ازاي. بصوا احنا بننقي الباميه الوسط دي، مش الصغيره قوي دي، كده وسط. غسلناها، حطيناها في مصفى، اتصفت، وبعد كده قطعنا بقى القمع ده. انا قطعته لكم عشان ما يبقاش الفيديو طويل عليكم. بصوا هنشيل القمع ده كده لغايه لما، بصوا مش زي لما بنقمعها للطماطم بنسيب الحته اللي فوق دي المبرومه، لا بصي بنبين الخروم كده. شلنا ايه الناحيتين اهو، تمام اهو، سهله خالص. انا بقول بس ايه، بصوا دي لا، انا بشيل حته كمان عشان لما نعملها بالمفرك تتفرك. هنعملها بالمفرك مع بعض ونشوفها بتعمل ازاي. اهي شايفين، قمعناها كده. نرمي بقى القماعه ديت ونقطعها ايه طرنشات. اللي بقى اللي مش عايز يقطع على ايده كده يقطعها على القطاعه عادي خالص، بس انا ايه بقطعها كده اهي. شايفين طرنشات رفيعه. تمام، قطعنا بقى كل الكميه كده. الشوربه هتغلي، هنحط الباميه تتسلق. هتقعد قد ايه على النار؟ لما هوريكم برضو كميه الشوربه تبقى قد ايه والخفيه بتاعت الباميه قد ايه، لان الباميه لما بتتحط في الشوربه ليها برضو معيار زي الملوخيه. وتفضل على النار حوالي ربع ساعه تلت ساعه بالكتير عشان ما تسودش. هتتسلق. هنجيب المفرك ونفركها وبعد كده نطشها. بس هوريكم حاجه بقى الباميه. بس نحط الباميه ايه على مهلنا بالراحه بالراحه كده، واحده واحده. يا رب تكون واضحه. بصوا فيها شوربه ازاي، لسه عبال ما تغلي ونفركها هتتقل وهتبقى كويسه. اول ما تستوي هي ربع ساعه بالظبط عشان الباميه ما تغمقش، ونفركها مع بعض واوريها لكم. الباميه استوت، نفركها. ده مفروك، ده اسمه مفروك. اللي ما عندوش مفروك هرسه البطاطس اللي هي الاستانلس دي، ممكن نعمل بيها برضو. بصوا احنا بنقعد نعمل كده. الباميه طبعا عشان غليت واستوت، الطرنشات بقت ضعيفه خلاص، بتعمل كده بتبقى حتت كده. ايه كده الباميه بقى اسمها باميه ويكا، او باميه الصعيدي بقى ديت. دي اكله سعوديه يا جماعه، حلو قوي وخفيفه بقى، ولا طماطم ولا مسبك ولا اي حاجه. الشوربه وبتسلق فيها الباميه وبتطشيها. هنفرك دقيقه كمان وخلاص. كده الباميه اتفركت اهي خلاص. هنجيب بقى طشه التومه والقرن فلفل كده احمر حلو، ونخرطهم مع بعض او نضربهم في الكبه. وهوريكم دلوقتي هنعمل الطشه زي الملوخيه بالظبط. ودلوقتي هنعمل بقى الطشه. هنحط كده حته سمنه بلدي حلوه محترمه. تمام. ودي التومه، كام فص توم كده على قد الباميه اللي انتوا عاملينها. وده فلفل بقى شطه اللي عاملاه للبتنجان، بس دايما باخد حته للباميه بتدي لون وطعم حلو. ده سبايسي،
اللي مش بيحب السبايسي بيعملها رومي، فلفل بارد يعني احمر، تدي برضو لون وطعم. احنا بنحب الحاجه سبايسي، فانا اخدتها سبايسي. الاكله بقى ديت الحلوه ديت بيتاكل جنبها. طبعا انا حاطه حبه ملح على الطومه ده، بس هي البصله التومه هتحمر ونطشها في الباميه كده. احلى باميه ويكا. يا سلام لو الريحه بتتوصل او بتوصل مع الكاميرا، كنت شميته احلى ريحه باميه ويكا. والله العظيم الريحه ملت الدنيا. انا اكلي دايما يا جماعه بيجيب من اخر الشارع. دايما لما كنت بعزم حد وهو طالع يقول على الريحه اللي طالعه من على السلم. نبقى نعمل برضو مع بعض محشي، ونعمل كل اكله بقى بصراحه هعملها لكم. يعني انا عايزه ما افوتش بقى فيديوهات، عشان انا متاخره شويه في الفيديوهات كتير قوي. انا بقالي يا جماعه سنتين عامله القناه، وكنت بكسل عنها وما كنتش بصور، وساعات اصور وساعات لا، وساعات كده وساعات اكسل، فاهمين؟ فانا ان شاء الله ربنا يديني الصحه والعافيه يا رب، وما بطلش بقى اصور خالص. اليومين اللي فات كنت متشجعه، بس انا خدت دور تعبت فيه جدا، والحمد لله ربنا عافاني. الحمد لله الف حمد والف شكر ليك يا رب، وربنا يشفي كل مريض يا رب. ودلوقتي بقى هنطش اهو في حاجه غامقه، بس هي اصلا ممكن تكون قمع الفلفل. عملنا الطشه، سامعين الصوت؟ اهي انا كنت حبه باميه كده عشان كل اللي في الطاسه ده احلى طعم على فكره. شايفين منظر الباميه يشهي. بصوا معلقه كده، هي بتبقى كده. في ناس بتحبها خفيفه عن كده، في ناس بتقل عن كده، بس هي كده القوام المظبوط. هنغرفها مع بعض وهناكلها بقى مع بتنجان مخلل وعيش، ونشوف بقى واحنا بنغرف ان شاء الله. احلى اكله واخف اكله في الصيف الباميه الويكا وجمالها. شايفين المنظر والطعم تحفه. اللي ما دقهاش قبل كده يدوقها ويجربها ويقول لي رايه ايه. معاها بتنجان مخلل وعيش محمص، والعيش برضه ياكلها بعيش طري طبعا براحته. فهي احلى اكله في الصيف واخف اكله في الصيف. يعني لو سلقتي فرخه وحمرتيها واخدتي الشوربه، عملتي عليها باميه ويكا، وعملتي بقى براحتك. يعني لو حتى اكل جنبها، حتى احنا بنعملها جنب الاكل. يعني انا لو عامله طبيخ فاصوليا ورز ولازم باميه ويكا. المحشي بنعمل طبق باميه ويكا كده بدل الملوخيه يعني. فديت النهارده انا مش عايزه اطبخ، الدنيا حر جدا، فانا كان عندي شوربه فعملتها عليها باميه ويكا وبتنجان مخلل، واكل عيش محمص. واحلى اكله في الصيف وخفيفه على الجسم وعلى المعده. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش اللايك، ما تنسوش تشتركوا في القناه لو ما اشتركتوش، وفعلوا الجرس ودوسوا على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم في فيديو جديد باذن الله.